الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. هذه قصة واقعية حقيقة صحيحة أيها الأفاضل. الشيخ العلامة بن باز رحمه الله كان يعطي درسا في المسجد الكبير المعروف بالسعودية، وكانت المحاضرة حول الصلاة والحفاظ عليها وتضييعها وإثم وعقوبة من يفرط في الصلاة، يتركها أو يضيعها أو يؤخرها عن وقتها. هذا موضوع المحاضرة. بعد المحاضرة تقدم له رجل من البلاد فقال له: يا شيخ، فإني دفنت أختي في المكان الفلاني الوقت الفلاني بعد صلاة العصر قبيل المغرب. فقال له: ففقدت مفاتيح سيارتي فبحثت عنها في كل مكان فلم أجدها، فظننت أنها سقطت مني حين حشر أختي. قال: فرجعت فنبشت القبر عليها. قال: فوجدته يشتعل نارا، فجئت إلى أمي وقلت لها: يا أماه، أختاه تحرق، ما هذا؟ فإني رأيت ورأيت. فقالت له: يا ولدي، ما كانت تفعل من شيء، وإنما كانت تفرط في الصلاة، أي تؤخرها عن وقتها، الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء، وهكذا كانت تتهاون وتتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها وتخرجها عن وقتها. وهذا في القرآن الكريم جاء واضحا صريحا، إذ يقول ربنا سبحانه جل في علاه وعلى في سماه، يقول الكريم العظيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن هذه القضية أيها الأفاضل وقعت في هذا البلد، وحكيت لهذا العالم، وهذا العالم حكاها ونشرها في الناس. هذا يدل على أن عذاب القبر صعب، اللهم سلم. وأصعب ما هناك، أو من أصعب ما هناك، الذي يضيع الصلاة إما بتركها أو خروجها عن وقتها والتكاسل في حقها وأمرها. حذاري أيها الناس من تضييع الصلاة. وهذه القصص وقعت كثيرا في عهد من مضى. يذكر ابن القيم من هذا الشيء الكثير. وثبت عنه وعن بعض أهل العلم أنهم كانوا يمرون على القبور فيسمعون أصواتا لأناس يعذبون، فكانوا يخبرون أهلهم فيتصدقون عليهم فيسكتون، أي يسكت ذلك الأنين من العذاب بالصدقة. إذن حتى نحن علينا أن نتصدق على أهلنا، خاصة إذا رأينا منهم رؤيا أو علمنا منهم أنهم يعني كانوا مفرطين في الصلاة أو غير ذلك. وبدون هذا نتصدق على أمواتنا، خاصة الآباء. أيها الأفاضل يستحقون منا كل خير، نتصدق عليهم إن استطعنا، نبني لهم المساجد من أجل أن يكرمهم الله، ونحفر الآبار، نتوسع ونذهب بعيدا في الصدقات على الوالدين. ما تركوه كله تركوه لنا، تركوا للمنازل والأراضي والمشاريع الكبيرة الضخمة. كيف يعقل أن ننسيهم وأن ننسيهم وأن نفرط في حقهم ولا نراعي لهم لا قليلا ولا كثيرا؟ علينا أن نهتم بأمواتنا جميعا. الزوجة كانت معك ماتت، لا ينبغي أن تنسى فضلها وخيرها وحقها، أن تتصدق عليها. كذلك الزوج عليه أن لا ينسى، كذلك الزوجة أن لا تنسى زوجها، أن تتصدق عليه وأن تحسن، لأن دار الآخرة لها صلة عظيمة بدار الدنيا بالصدقات والدعاء والأعمال الصالحة. إذن علينا أيها الأفاضل أن نهتم بهذا الأمر، وعلينا أن نستعد لهذا الأمر، فإن القبر ينتظرنا، وعذاب القبر محقق
ما فيه من خلاف بين أهل العلم، إلا من شذ، وأهل الشذوذ معروف حالهم. ولهذا هذه القصة فيها عبرة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هذا الجانب، وأن يجعلنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال كلاما نفيسا جدا. الإمام أحمد قال كلاما نفيسا جدا حضرني الآن في قضية القبر. قال: القبر أفضل مرقد لمن عمل إليه. القبر رغم ما فيه من عذاب الجحيم وعذاب القبر ونعيم القبر والمصائب تذكر في القبر، هي حقيقة صحيحة، لكن قال الإمام أحمد: القبر أطيب مرقد لمن عمل له. القبر أطيب مرقد، أطيب نعسة ونومة ستنومها وسترقدها في حياتك كلها، هي رقدة القبر، ترقد هنيئا مريئة عظيمة جدا.